السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب الجمال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك عوض. وحشتونا قوي يا اغلى المتابعين لينا، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بترفع من معنوياتي. النهارده انا جاية اوجه رسالة للطلبة جميع الصفوف بقى، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعة، كل الطلبة. عايزة اقول لكم ان لازم ان انتوا تجتهدوا في دراستكم وتاخدوا السنة كلها كفاح من اولها. في حاجة بتقول كده، اولها كفاح واخرها نجاح. فعلى كل الطلبة ان هم يجتهدوا في دروسهم، ويروحوا مدارسهم وينتبهوا للدروس اللي هي المدرس او المدرسة بيلقوها قدامهم. لازم مش المدرس مثلا يكون بيتكلم في حتة وانتوا بتتكلموا في حتة تانية، ولا سرحانين بقى امكم طبخة ايه والجو ده. لا لا، ما ينفعش. لازم يا حبايبي ان انتوا كده تركزوا قوي مع المدرس والمدرسة في كل كلام بيقولوه، عشان برضو تستوعبوا اللي بيقولوه ومخكم كده ايه، يتحشي حاجات مفيدة، مش يتحشي حاجات ملهاش اي عازة. وعليكم برضو ان انتوا لو مثلا ما فهمتوش قوي من المدرسين، او يعني المعلومات ما استوعبتوهاش كويس، مفيش مشاكل ان انتوا لو خدتوا مثلا ايه حاجات تقويه زي المجموعه دي بتبقى حاجه عاملاها المدرسه، بتبقى حاجات رمزيه، يعني مبلغ رمزي، ممكن تبقى ب20 جنيه. انا مش عارفه صراحه، عشان بقى يعني ما بوديش عيال او مجموعه، فبس هي ممكن تبقى في الحدود دي، حدود 50 60، مش هتزيد عن كده يعني ان شاء الله. فهي بتبقى حاجه عاملاها المدرسه مدعمه للطلبه، بحيث اللي مش قادر ياخد درس خصوصي يعني ياخد المجموعه، وتبقى برضو كويسه وبتوصل برضو المعلومه بطريقه كويسه. فعايزه اقول لكل الطلبه بلاش، برضو بقول لكم على حاجه تانية مهمه قوي، بلاش البرشمه دي اللي هم بيقولوا عليها، هم بيسمينها كده، اللي هم ايه، الطلبه ساعات يعني بيجيبوا ورقه ويكتبوا بقى فيها الاسئله والاجوبه بس بخط صغنطط قوي، لا ينظر العين المجرده. اللي عاملها هو بس اللي يفهمها، اللي عامل البرشمه دي هو بس اللي بيبقى عارف ايه هو كاتب ايه وعايز ايه ومش عايز ايه. فده يا حبايبي ما ينفعش خالص، لان من غشنا فليس منا. ما ينفعش نغش خالص، ولازم نعتمد على مجهودنا الذاتي، وكل واحد يعمل اللي عليه ويسيب الباقي على ربنا. اسعى يا عبد ويسعى معاك، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كل واحد لازم يجتهد ويسعى ويذاكر، ما يقولش مثلا ايه ما هو ربنا مقدر لي ان انا هنجح، ما هو ربنا مقدر لي ان انا هسقط. لا، هو ربنا برضو جعل لكل سبب، يعني ما ينفعش ان انا هنجح كده. هنجح ازاي كده؟ طيب مش لازم اذاكر واعمل اللي عليا واحفظ الحاجات اللي انا المفروض احفظها، والحاجات اللي المفروض افهمها، لان طبعا المنهج فيه حاجات حفظ حلوه، حفظ دي في حاجات حفظ، وفي حاجات بتبقى عملي. فاحنا واجب علينا ان احنا نذاكر كل واجباتنا. ده الكلام ده بكل الطلبه. ده الفيديو ده حاجه تشجيعيه، عشان احنا خلاص داخلين على ان شاء الله موسم جديد 2006 احنا في سنه كام؟ انا نسيت. 2026 صح؟ مش 2026؟ احنا في سنه كام يا هنا؟ 2000 كام؟ مش داخلين في 26 صح؟ سنه 26 22 26 احنا في 25 صح؟ السنه الجايه بقى تبقى 26 صح؟ ايوه يا حبايبي. فواجب عليكم كده يا حبايبي ان انتوا ايه، تجتهدوا. خلاص في ناس ابتدت تاخد دروس من دلوقتي، فانتوا بقى ذاكروا من دلوقتي عادي، مفيش مشاكل. انا عارفه ان هو حاجه صعبه برضو عليكم ان انتوا هتبتدوا تاخدوا الدروس من بدري، بس معلش لما هتاخدوا الدروس من بدري هتلاقي نفسكم لما تخشوا الدراسه بقى مش عاتلين الهم، مش اللي هو بقى يا انا لسه هذاكر منهج دراسي سنه بحاله. لا، هيبقى الواحد مذاكر بدري مسابق صحابه اللي في المدرسه. فده احسن ليكم برضو. اي نعم هتزهقوا، بس انتوا برضو مش هتذاكروا ليل ونهار، انتوا هتذاكروا ايه شويه كده، عشان برضو ايه تدوا الاجازه برضو وقتها صح. يلا يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو بقى فضلا وليس امرا ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.